هل رأيت ذلك؟ كان ذلك في مخيم اللاجئين في جباليا. هذا الشاب الموجود هنا ليس إرهابيا، لقد احترق حيا هنا في هذا المكان لأن جيشكم قد قصف بشكل وحشي مخيم اللاجئين هذا. هذا هو قصف مروع لمستشفى فيه كثيرون من الضحايا المدنيين الأبرياء. جيشكم قتل في غضون بضعة أشهر عددا من الأطفال يساوي ما قتل في جميع النزاعات حول العالم خلال السنوات الأربع الماضية، وهذا ما جئتم لتبريره للتو. هل عندما تطلقون النار على الأطفال، عندما تقتلون الأطفال والنساء، هل هؤلاء هم من يرعبونكم؟ اليوم هؤلاء هم من تسمونهم إرهابيين وتقاتلون ضدهم. عندما تقصفون الشعب اللبناني بالفوسفور المحرم بموجب القانون الدولي تقولون إن ذلك لمحاربة الإرهاب. عندما يقوم جنودكم الذين تدعون أن جيشكم هو الأكثر أخلاقية في العالم، عندما يعرض جنودكم ملابس النساء المقتولات ويصورون مقاطع فيديو ترفيهية على تيك توك، وعندما يلتقط هؤلاء الجنود أنفسهم صورا مع غنائم الحرب بفخر ويفتخرون بقتل الأطفال والنساء، وهم من يقولون ذلك بأنفسهم، أليس كذلك؟ هذا موجود في مقاطع فيديو على تيك توك وفي حسابات تويتر. هذه هي جيشكم اللي تصفونه بأنه الأكثر أخلاقية. لكن نعم، أنا أنحاز في هذا الصراع، أنحاز للمظلومين، أنحاز للشعب الفلسطيني. ويبدو أن ذلك أزعجك كثيرا عندما رفعت العلم الفلسطيني في هذه اللجنة. حسنا، سأفعلها مرة أخرى سيد ديمارك. هذا الشعب له الحق في الوجود، له الحق في الحرية، هذا الشعب له الحق في الاستقلال، هذا الشعب له الحق في الكرامة. وأنتم تحاربونهم، تقومون بتطهير عرقي، ترتكبون إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني بذريعة مكافحة الإرهاب، بينما أنتم جيشكم هو الأكثر إرهابا في المنطقة. أنتم الإرهابيون الحقيقيون، أنتم من تستعمرون فلسطين منذ 76 عاما. 76 عاما لم يكن هناك 7 من أكتوبر طوال 76 عاما. كل قرارات الأمم المتحدة التي انتهكتموها، أنتم لا تحترمون أي قانون دولي. أنتم دولة مارقة حتى داخل الجمعية العامة للأمم المتحدة. الدول الأخرى تغادر القاعة عندما يتحدث رئيس وزرائكم زعيم حكومة يمينية متطرفة. الدول الأخرى تغادر القاعة لأنكم أصبحتم دولة منبوذة، ومع ذلك تجرؤون على المجيء إلى هنا وتروون لنا أكاذيبكم لتقولوا إن ما تفعلونه مبرر. كيف يمكنكم تبرير ما لا يمكن تبريره؟ كيف يمكنكم تبرير الإبادة الجماعية؟ كيف يمكنكم تبرير جرائم الحرب؟ هذا أمر غير مقبول وغير مسموح به. سيدتي السفيرة، أن تأتوا إلى هنا وترووا لنا هذه الأكاذيب، هذا غير مقبول. ومن باب الاحترام للشعب الفلسطيني أكرر هنا كل دعمي الكامل لهم، وأطلب منهم أن يسامحوا بلدنا الذي لم يكن على قدر المسؤولية، لأنه حتى اليوم لم تتخذ أي عقوبة ضد دولتكم. وتعلمون، لقد بررتم ردود أفعالكم لأنكم تعرضتم لإطلاق صواريخ. هناك دراسة أخرى حول الهجمات باللون الأصفر، الهجمات اللبنانية، وباللون البنفسجي الهجمات الإسرائيلية. من هو الإرهابي في المنطقة؟ أنتم الدولة الإرهابية وعليكم أن تتحملوا المسؤولية. ومن العار اليوم أنكم ما زلتم بلا عقاب ولا توجد أي عقوبات ضدكم. أختم بهذا سيدتي الرئيسة، رغم أن هناك الكثير مما يمكن قوله لكننا مقيدون بالوقت، لكنني أعتقد أن الجوهر قد قيل، والأكثر عارا أن هناك منابر وأصوات في هذا البرلمان تدعم سياسة الإبادة الجماعية، وهذا غير مقبول إطلاقا.